السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. في هذه الحلقة بهار غادي تكون كتواجه تشخيص صادم ورم في المخ كيهدد حياتها وحياة الجنين ديالها. العائلة كلها خايفة ومتوترة، والقرارات صعبة بزاف. بين الخوف والألم والأمل، أسرار وخيانات تخرج للسطح. واش بهار غادي تصدم وتلقى حل؟ واش الجنين غادي يكون بخير؟ تابعوا الحلقة باش تعرفوا كل شيء. بلا ما نطول عليكم احبتي في الله، غادي نخليكم مباشره مع التفاصيل وفرجه ممتعه. البدايه ديال هذه الحلقه غادي تكون مع محمد ودنيا وهدى. غادي يقولها ما تكذبيش عليا، واش انت اللي درتيها؟ واش انت اللي قتلتي جمال؟ الله يخليك بنتي ما تكذبيش عليا. علاش بقيتي ساكته؟ وعلاش حتى واحد ما بغى يهضر؟ الشكوك ديالك كاملين صحاحين. انت اللي قتلتي جمال. واش بصح هادشي هذا؟ انت كيخصك تسلمي راسك للبوليس. تقول لي هدى خالي انا راني ما درت والو. غادي يقول لك خصك تسلمي راسك هدى. وعلاش بنتي درتي هذا الشيء هذا؟ وعلاش درتي هكذا؟ غتقول ليه دنيا بنتي ما درت حتى شي حاجه وما عندها حتى علاقه بهذا الشيء هذا. غادي يقول لها محمود علاش بقيتو ساكتين؟ علاش حتى واحد فيكم ما بغى يجاوبني؟ غتقول ليه هدى واش ما شفتيش البنت الحاله ديالها؟ هاد البنت هاد الايام راجلها مات، البوليس كتحقق معاها وخالها كيتهمها بالقتل. بغيتها تبقى طبيعيه وتهضر عادي. هنا محمود غادي يقول لدنيا انت عندك الحق. في المشهد الاخر غادي ننتقلوا عند سلطانه وميسون. سلطانه غادي تقول لميسون انا السبب في كل شيء. هادشي اللي وقع حادث وانا انسانه خايبه، فرقت طفل على امه وحتى بنتي تضرت بسببي. انا ديما كنأذي الناس، الله يعاقبني. علاش كيوقع ليا هادشي؟ علاش؟ سمحولي، ما بغيتش نأذي حتى شي واحد. خاصني نمشي ونهضر مع بهار. ميسون غتقول ليها لا خالتي ما ديريش هكذا، راه هي دابا معصبه ومقلقه. غتقول لها وعلاش خبيتو عليا هاد الخبر هذا؟ انا كان خاصني نعرف. هنديه سلطانه غادي تهز التليفون وغتصوني على بهار. في المشهد الاخر غادي يبينوا لنا بهار وانيس غادي يكونوا في المستشفى. حتى كيجيها الاتصال في الهاتف. غادي تقول الو خالتي. غتقول لها سلطانه بهار اش واقع؟ هذاك الشيء اللي وقع لك راه كان بسببي، سمحي لي. غادي نبقى ندعي لك كل نهار الله ياخذ روحي ويعطيها لك. سمحي لي وما تبكيش يا بنتي، شوفي الحاله ديالك. هنايا ميسون غادي تحيد لها الهاتف. غادي تقول لها الو بهار، انا اضطريت نقول لها كل شيء حيت كنت مقلقه وبغيت نهضر مع شي حد. هنا غادي يهضر معها يانيس. غادي يقول لها هي راها بخير. تقول ليه انت دابا فين كاين؟ غادي تقول لها ميسون انا راه بغيت نجي نشوفك. تقول لها لا حنا دابا راني في السبيطار. تقول لها علاش واقع؟ علاش اش واقع؟ شنو كاين؟ واش وقع شي حاجه؟ واش الولد بخير؟ وانت فين السبيطار كاين؟ انا غادي نجي دابا عندكم. غتقول لها ما كاين لاش، غادي نسالي دابا، يلا بسلامة عليك. هنا ميسون غتقول لسلطانه كيبان ليا صوتها ما كانش مزيان، انا غادي نمشي. غتقول ميسون لسلطانه خالتي انت خصك تقوي، شوفي فيا انت خصك تكوني متقيه تقوي وانا محتاجاك دابا بلا ما تبكي. غادي نخبرك بكل شيء ملي نوصل، غير صبري وما تبكيش. بهار غادي يبينوها لنا. غادي يقول لها الدكتور القرار اللي خديته صحيح حيت الحمل باقي وما نقدرش نبداو العلاج دابا. خاصك تولدي من بعد عاد نبداو العلاج الكيميائي بسرعه، ولا احتياجات نديرو الاشاعي، والعمليه هي اخر حل. غادي نحطو خطه ديال العلاج حسب الحاله ديالك. ها هي الدكتوره ديال النساء جات وصلت دابا، وغادي هي اللي تتابع القضيه ديالك والفحص ديالك من دابا. يلا بسلام عليكم ونخليكم. غتقولي شكرا بزاف دكتور. هنا الدكتوره غتقول للبهار يلا تفضلي تمشي معايا لداخل. هنا غادي تكون كتقول الانيس انا كنبغيك بزاف وسمح ليا. غادي يقولها حتى انا كنبغيك ولدي حتى هو كنبغيه. الدكتوره غتقول لبهار واش انت واجده دابا؟ غتقول لها غتقول لها واحد شويه غادي نرجع لعندك. بقات بهار كتقول الحمد لله يا رب من خليتيني نعيش هاد اللحظه هذه. الدكتوره غنشوفها من بعد رجعت عند بهار. غتقول لها دابا غادي نبداو، وإلا بغيتي ترجعي في القرار مازال عندك الوقت، ولكن دابا بغيت نشوفك بهار انك تصبري واحد شويه وغادي نشوفوا لك شي حل ونشوفك شحال وصلت. ميسون غادي نشوفها وصلت. تقول لهم علاش كاملين نتوما هنايا؟ واش وقع شي حاجه لبهار؟ قولوا لي. الدكتوره غادي نشوفها مع بركه. تقولها دابا ارتاحي والقرار اللي خديتي راه صحيح حيت الحمل باقي وما نقدرش نبداو العلاج، ولا ما بغيتيش هاد الشيء ما نقدرش ندير هكذا. هنا بهار غتقول لي انا ما بغيتش نختار هاد الشيء وما بغيتش نادي ولدي، اكيد غادي يكون شي حل، خاص يكون شي طريقه. انيس غادي يقول انا بغيت بهار وولدنا اللي فكر شحال يعيشوا بجوج، اكيد غادي يكون شي حل. في المشهد الاخر غادي نشوفوا الاب ديال هدى غادي يكون جا. غادي يقول لها داكشي اللي قال لي ماماك البارح في التليفون خلاني البارح وخوفني وخلاني نحجز في اول طياره وجيت. كيف دايره؟ واش انت لاباس؟ غتقول لها انا بخير، غادي نكون حسن دابا حيت جيتي. بابا انا بغيت نقتل داك الانسان،
غادي تقول ليه دنيا المحمود انا غادي نقتل هذاك الراجل، ماشي غير نقتلو ونقطعو طراف. هاد الشويه الله يهديك تهدني واحد شويه، راه اول مره كضحك بنتك مده طويله هادي. هنا هدى غادي تدخل هي والاب ديالها تقول لي يلا ندخلو، انا غادي ندخل لك الشنطه، يلا جي دخل معانا للدار. هنا غادي راه يقول لمحمود السلام عليكم محمود، السلام عليكم دنيا. هدى غادي تقول له من الاحسن يلا ندخلو الصالون، الحمد لله اللي جيتي يا ماما، توحشتك بزاف، حاولي تهدي شويه، كنفهمك مزيان ولكن خاصك تصبري على بنتك وريحيها واحد شويه. انيس غادي يبينوا لنا كيهضر مع الدكتور على الحاله ديال بهار، غيقول لي اكيد غادي يقلب في العالم كامل، امريكا واليابان غادي يجيب احسن الاطباء وغادي يدير المستحيل باش يعاونك، ثقي فيا، الله راه ما كيجيب حتى شي مرض بلا دواء، يعني كاين الامل صح. غيقول لها راه كاين الامل ولكن خاص يكون شي حل اخر. غيقول لها ما كان حتى شي مركز برا البلاد ولا طريقه اخرى للعلاج، سمعني مزيان على قبل بهار والولد اللي فكرشها، انا مستعد نمشي حتى لاخر الدنيا عليهم، غير دلني على الطريق فين ما تمشي لاي بلد ومع اي دكتور في العالم غادي يقول لك نفس الهضره. العلاج الكيميائي خاصو يبدا بسرعه ومن بعد الى صغر الورم نديروا العمليه، ما كان حتى حل اخر، ولكن كنسمعوا على طرق العلاج مختلفه، واش ما كينفعش حتى شي واحد منهم. ولا كتصد العلاجات البدايه راه غير مساعدات ماشي علاج حقيقي، كتعاون غير في الفتره ديال العلاج ولكن ما كتقدرش على الورم، ما كان حتى علاج بديل يقدر يحيد الورم اللي في المخ. غادي يقول ليه شوف الا قررتوا نهائيا ما ديروش الاجهاض والا بهار ما دارتش العلاج كيوقف الكلام هنا. وحسب المعلومات اللي عندنا في الفحوصات الاولين في هذه الظروف بهار ممكن تعيش غير عام واحد على الاقل. وبما انكم تقبلتوا هذا الشيء وهذا هو القرار اللي مشيتوا فيه، النصيحه الوحيده اللي غادي نقدر نعطيكم هي انها دوز الوقت ديالها مع الناس اللي كتبغيهم وتكون مرتاحه وفرحانه. انا غادي نشوفها كتلعب هي وميسون، غادي تقول انت خسرتي والله حتى خسرتي، يلا لعبي وخليني نشوفك. غادي تشوف انيس جاي غادي تمشي عنده بهار كتجري تقول له شنو واقع، شنو قال لك الدكتور كان متفائل بزاف وهضر بايجابيه على حاله بهار، قال كاين بزاف ديال الطرق علاج مختلفه وغادي نجربوهم كاملين، وعطاني حتى اسامي ديال مراكز برا ديال البلاد وكلهم مزيانين بزاف وانا غادي نسول عليهم كاملين. انا قلت لك انت راكي قويه. غادي تقول ليه وما قالك شحال غادي نبقى نتحمل، غادي يقول لها انت ولدنا غادي تحسنوا وتبراو وغادي نجربوا كل الطرق، ولكن الاهم هو ترتاحي وتبقاي فرحانه، ما بغيناش حتى التوتر من دابا، سمعتي يا ميسون؟ غتقول ليه وشكرا بزاف، شكرا حيت جيتي في داك الوقت المناسب ووقفتي في العمليه وما خليتينيش نضيع البيبي ديالي، واش بغيتي تشوفوا كيف داير؟ غادي يقول لي الاب ديال الدنيا ديال هدى واش تقدري تعيطي على الاخ ديالك؟ قلت له طبعا، الا بغيتي تشوفو غادي نعيط له وغادي نفرح بزاف ملي غادي نشوفو. تقول له واخا بابا غادي نعيط لخويا ونقول ليه يجي، ياك هادشي مزيان ويعجبك الحال. هنا الدنيا غادي تهبط لعندو غتبقى غير هي وياه تقول لهم تصرفاتك ومن الشكل ديالك كيبان لي بلي الفلوس اللي سرقتي مني سالاو وانا عارفاك مزيان. عندك الحق، الا سلفتك في الاخير راه هادي النهايه خايبه. يا سلام شحال الحياه زوينه، كتسرق الفلوس من الناس وكتقلب على البلاد صغار في العمر وصغارين عليك انت بزاف. وهنا كتسالي الحلقه ديالنا، وكنتمنى هاد الحلقه تنال الاعجاب ديالكم، دعموني بالاشتراك ولي لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.